بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد نبينا وحبيبنا، عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هنقدم معاكم طبق كلاوي وكبد. ان شاء الله هنعمل كبدة وكلاوي زي ما انتوا شايفين. انا مخليه الكلاوي في جنب والكبده في جنب، عشان لما اجي اعملها ان شاء الله لازم الاول الكلاوي هي اللي تنزل الاول، لانها بتاخد طياب اكتر. لازم تطيب اكتر من الكبده. تعالوا النهارده نتعرف على طبقنا ان شاء الله، ونعرف مكوناته ايه ان شاء الله باذن الله. معانا ربع كبده وربع كلاوي، ومعانا توم. طبعا لازم في الكبده يا جماعه لازم توم، ما فيهاش كلام. وديت بقدونس وكزبره مع بعض برضو بيدي طعم حلو قوي للطبق. وده فلفل مقطعاه قطع صغيره. انا ما بحبش اضيف بصل، هو ده بس، هي كده بتدي طعم حلو. والبصل ما بحبوش بصراحه، في ناس بتحب تستخدم البصل واما انا لا، ما بحبش. فتعالوا يلا بينا ان شاء الله. الطبق ده هيبقى النهارده طبق كلاوي وكبد مع مكرونه سباكيتي. تعالوا بقى نشوف هنعمل الطريقه ازاي، هنعمل المكرونه ازاي، وهنعمل الطبق بتاعنا النهارده ازاي. يلا بينا يا حبايبي، تعالوا بينا يلا يا حبايبي هنعمل يلا الكبد والكلاوي. الكبده والكلاوي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نحط معلقه زبده حلوه او سمنه بلدي زي ما انتم شايفين، انا عاملاها وحطاها هنا. تمام. نحط معلقه كمان، نص معلقه، ولو احتاجنا تاني بعد ما تسيح هنشوف نبقى نحط تاني. تعالوا يا حبايبي يلا، احنا السمنه بتاعتنا ساحت، حطينا سمنه الاول، الزبده او السمنه، وهنسيبها تسيح وبعد كده ايه هنحط عليها الكلاوي الاول. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واحنا بعد ما بنحطها نحط معاها توم، لازم شويه التوم. عايزه تحطيه في الاول قبل ما تحطيه ماشي، عايزه تحطيه معاها تمام، هو كده او كده عادي. زي ما انتوا شايفين الكلاوي بتاعتنا اهيت مع الثوم، هنسيبها مع بعضيها شوية بقى على النار تتشوح كويس. ولما نحس انها بدأت تستوي شوية هننزل بالكبدة بتاعتنا. يلا معانا نعمل المكرونة يا حبايبي. هنحط شوية ثوم زي ما انا قبل كده عملتها معاكم، بحب استخدم الثوم بيدي المكرونة طعم حلو قوي. تعالوا يلا بينا. الله على الريحة الحلوة يا جماعة، الله بجد الريحة لو طالعة في الفيديو كنتوا شمتوها بجد. يلا بينا نضيف الصلصة، بسم الله. هي عملت معانا دربكة عشان خاطر الصلصة سخنة والزيت سخن، الاتنين مع بعض عملوا احلى مهرجان. يلا الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده هنحط البهارات بتاعتنا بقى. تمام. وهنسيب الصلصة بتاعتنا لما تتسبك خالص، وبعد كده نحط فيها المكرونة. زي ما احنا شايفين يا حبايبي دلوقتي المكرونة حطينا لها البهارات بتاعتها، حطينا مكعب مرقة، وحطينا فلفل اسود وبهارات، السبع بهارات. تمام. تعالوا يلا نقلبها، هي خلاص قربت تتسبك اهيت. وبعد ما بتخلص ان شاء الله هنحط المكرونة. زي ما انتوا شايفين الثوم بتاعنا فيها ازاي. الله، الثوم ده بجد يا جماعة بيدي المكرونة طعم حلو قوي 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 بجد. انا اكتر حاجة بحبها في المكرونة لما باجي اعملها في الصلصة لازم احط الثوم. جربوها ان شاء الله هتدعولي. تعالوا هنا نشوف الكلاوي. الكلاوي بتاعتنا بقت كويسة اهيت، يعني خلاص تمام، قربت داخلة على السوا. تعالوا نحط معاها ايه الكبد. يلا الكبدة، بسم الله. يلا بينا نقلب.
تعالوا بقى نسيبها شوية على النار مع بعض، الاتنين يستووا شوية على النار. وبعد كده هنيجي نحط البهارات ونحط الفلفل ان شاء الله، الفلفل الاخضر. وكمان انا حاطه مع الفلفل الاخضر الرومي، حاطه ربع قرن فلفل حامي. حابين مش حابين خلاص شيلوه من الوصفة خالص. اللي مش حابين يحطوا حاجة حامية يعني فلفل حامي بلاش، عشان الاطفال مثلا، عشان انتوا بتحبوهوش. فيا زي ما انت عايزة، تبع ما انت عايزة تغيري الوصفة في ايديكي ده وفي ايديكي ده. يلا بينا نسيبهم شوية 5 دقايق كده على النار ونرجع لهم تاني. تعالوا يلا يا حبايبي، هنحط مع بعض البهارات بتاعة الكبد والكلاوي. يلا ان شاء الله، بسم الله. احنا معانا هنا، انا هحط ال7 بهارات، وفلفل اسود وكمون طبعا لازم في الكبدة، وهحط بهارات كبدة من كنور جميلة قوي، وهحط مكعب مرقة ماجي. تمام، هو ده بس البهارات بتاعتنا، مش اكتر من كده، ما تجوديش من عندك يعني، هي دي البهارات بتاعه الكبده والكلاوي. تعالي بينا يلا، بسم الله. زي ما انتوا شايفين، مكعب مرقه، بهارات الكبده، 7 بهارات، فلفل اسود، الكمون، بسم الله. تعالوا بينا يلا نحط البقدونس والكزبرة والفلفل مع بعض، عشان ياخدوا ويشربوا من طعم التوابل، عشان خاطر ايه كله يتمزج مع بعضه، ويبقى الطعم واخد من بعضه كله يا حبايبي. يلا بينا، بسم الله. يلا نقلب مع بعض. زي ما انتوا شايفين احنا قلبناها مع بعض اهيت. تمام، هنسيبها بقى، نهدي النار عليها شوية ونسيبها مع بعضيها تستوي مع بعض على الهادي خالص. لازم تكون النار هادية في المرحلة دي، عشان خاطر الفلفل مع الكبدة والكلاوي لازم ان هما ايه يتمزجوا مع بعض كويس، والفلفل يشرب من طعم الكبدة والكلاوي والبهارات اللي موجودة. طبعا احنا هنحط شوية ملح، انت هتحطي سنة ملح لان انت حاطة مكعب ماجي، مكعب مرقة. لازم ان انت تراعي حاجة زي كده، واوعي تكتري الملح لان ممكن تبقى مالحة منك قوي او طعمها لدع. فخلي بالك، هتحطي سنة بسيطة من الملح زي دي كده، زي دي احنا حطيناها اهيت. بس كده كده كفاية خالص الملح. قلبي بقى وسيبي نقلب ونسيبها بقى ايه شوية لمدة 10 دقايق، وبعد كده نرجع نقلبها. تعالوا يلا بينا. طبعا احنا قلنا هنسيبها، تعالوا بقى نغطيها ونسيبها خالص لمدة 10 دقايق. احنا غطيناها زي ما انتوا شايفين كده، هنسيبها مع بعض لمدة 10 دقايق وبعد كده نرجع لها. تعالوا نشوف الصلصة بتاعتنا بتاعت المكرونة اخبارها ايه. الصلصة كده استبكت يا جماعة. هنحط المكرونة، يلا تعالوا نحط المكرونة ونرجع لبعض مع بعض تاني. احنا حطينا المكرونة يا حبايبي اهوت زي ما انتوا شايفين، وقلبناها كويس. هنسيبها بقى على النار ونهدي خالص النار، نوطي النار خالص عليها ونسيبها مع نفسها هي والصلصة تشرب من الصلصة كويس قوي وشوية، وهنطفي عليها. تمام، ووقت التقديم هوريها لكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، احنا حطيناها اهيت وقلبناها كويس. زي ما انتوا شايفين اللون الاحمر بتاع الصلصة حلو ازاي. دي الصلصة اللي انا كنت قايله لكم عليها قبل كده، دي الصلصة اللي انا عملتها معاكم. بتخلي لون الاكل حلو ازاي، بتخلي اللون بتاعها احمر وجميل وحاجه من البيت، حاجه انت ضامنه ان انت عاملاها، بدل ما تشتريها من بره وتشتريها بتمن غالي. لا، اعمليها في البيت وهتبقى معاكي احسن واوفر. زي ما انتوا شايفين كده المكرونه بتاعتنا. تعالوا يلا نبص على الكبد والكلاوي بتاعتنا. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، ما شاء الله، هي خلاص قدامها بالكتير 10 دقايق وهنطفي عليها.
زي ما انتوا شايفين اهوت. ما شاء الله عليها، حلوة ازاي. يلا بينا شوية وهرجع لكم، هنقدم الاكل مع بعض وهوريكم النهاردة الطبقين بتوع النهاردة. والطبق بتاعنا الرئيسي اللي هو الكبد والكلاوي بالفلفل الحامي والفلفل الرومي. يلا بينا، وبأحلى بهارات. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، ديت كانت نهاية اطباقنا النهاردة. معانا النهاردة زي ما انتوا شايفين كان معانا النهاردة طبق الكلاوي بالكبد، دي حلاوته وجماله زي ما انتوا شايفين كده. الله عليه. والله يا جماعة طعمه جميل قوي وريحته تجنن مع الثوم مع الكزبرة والبقدونس. الله عليه. معانا السلطة، عملنا النهاردة السلطة بتاعتنا. تمام. معلش يا جماعة الفلاش بتاعي وقف، لان كنت بصور لكم كان التليفون هيفصل شحن، فالفلاش وقف عشان كده مفيش النور مش قوي زي في اول الفيديو زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا دلوقتي برضو المكرونة بتاعتنا الجميلة الاسباجيتي. وبألف هنا وألف عافية على قلبكم. جربوا الوصفة بتاعتي وقولولي هي هتبقى عاملة ازاي. ويا ريت ما تنسونيش بالدعاء اولا يا جماعة. ما تنسوش برضو ان انتوا طول ما انتوا واقفين بتطبخوا زي ما قلنا قبل كده، دايما ذكر الله في لسانك، ودايما ذكر الله وانت بتعملي الاكل عشان يطلع حلو، وعشان اللي بياكلوه ربنا يبارك فيهم وفي الاكل. تعالوا معانا يلا، احنا خلصنا النهاردة الطبقين بتوعنا. يا رب يكون عجبكم النهاردة وصفتنا. ما تنسونيش باللايك والاشتراك والسبسكرايب، وتعملوا شير للفيديو. ويا ريت يا جماعة تشجعونا، ويا ريت كمان كل الفيديوهات اللي تنزل تتفرجوا عليها وتشوفوها وتبعتولي تعليقاتكم وتقولولي ايه رأيكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.